فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد بعمله الصالح الدنيا، فقال كما في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. لئن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك والشقاء على من أراد بعمله الدنيا، ولا تتحرك همته للأعمال الصالحة إلا إذا كان من ورائها المال، فسماه عبدا لهذه الأمور، سماه عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة والقطيفة. هذه ألبسة وآثاث، فلا يتحرك للعمل الصالح إلا إذا كانت هناك أموال وألبسة وآثاث، لا يتحرك إلا إذا كان هناك عطاء، فإن أعطي رضي وقام بالأعمال، وإن لم يعطى سخط. رضاه وسخطه لا لأجل الله ولا من أجل الله، ولكن من أجل الدنيا، فسماه عبدا لها، فسماه عبدا لهذه الأمور. فهذه هي العبودية، عبودية القلب، وهذا هو الرق، رق القلب. إذا عبد وتعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا صار عبدا له والعياذ بالله. فدعا عليه بالشقاء والهلاك، ثم كرر الدعاء مرة أخرى، مرة ثانية، للتحذير من هذه الأمور، فقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء بأن يتعسر عليه كل أمر يقصده، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد بعمله الدنيا أن يتعسر عليه كل أمر يقصده، ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذى، حتى الشوكة إذا أصابته لم يستطع التخلص منها. وإذا شيك أي إذا أصابته الشوكة فلا انتقش، أي لا يستطيع التخلص منها بالمنقاش. من التعسير الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد بعمله الدنيا. فالحذر معاشر المسلمين.